بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حبايبي الحلوين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، تحياتي لكم جميعا. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير وفي أسعد حال دايما يا رب. وصل لكم الفيديو الصبح صباح الخير، ونوصل لكم مساء الخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل معاكم فيديو جديد، بس قبل ما ندخل في الفيديو ونشوف التفاصيل، اللي لسه لأول مرة يشوف القناة ما تنساش بقى اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك الجديد. طبعا معانا شوية فراولة حلوين اهمت، تعالوا بقى نستغلهم ونستغل موسم الفراولة ونخزنها ان شاء الله، هتفضل معانا طول السنة بإذن الله. معايا شوية فراولة حلوين كده شكلهم تحفة بجد، يعني كانوا جمال قوي. ايه رأيكم في الفراولة الحلوة دي؟ طبعا هنغسلها بقى الأول، لازم نغسلها الأول وهي لسه فيها العنق بتاعها دي، لأن زي ما قلت لكم قبل كده وانا بعمل مربى الفراولة بتشرب المية، لازم نغسلها كده ومن الرمل وننقعها شوية كمان، ونغسلها دور واتنين وتلاتة لأن بيبقى فيها رمل كتير. كده غسلتها اهوت وحشت العنق منها اهو، العنق في الحوض اهوت بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنفرزها ازاي. وكده اتغسلت اهي زي ما قلت لكم، ولازم تأكدوا على الغسيل مرة واتنين وتلاتة عشان الرمل اللي بيبقى فيها. تعالوا بقى نقطعها، طبعا هنقطع كمية ونسيب برضو كمية سليمة. طبعا انا عملتها معاكم بالموز قبل كده وعملتها برضو لوحدها، بس انا النهارده هعملها برضو لوحدها كده، وهفرز الموز لوحده. طبعا فرزته معاكم قبل كده، فرزت الموز لوحده، وبرضو لو عايزه اضيف لها بنجر برضو اضيف لها بنجر، بس انا بقى الحاجات دي بضيفها لوحدها، بخليها لوحدها، بحيث لو انت عايزه تعملي فراوله لوحدها هتعملي بموز لوحده، هتضيفيه بنجر هتضيفيه على حسب ما انت عايزه. كده قطعت الكميه المطلوبه اهيت. طبعا دي هتبقى العصير، وسايبه برضو كميه تانية تبقى سليم. هضيف عليها بقى شويه سكر كده، كميه السكر دي على حسب ما انت عايز. ميزه السكر هنا ايه؟ انها بتحافظ برضو على الفراوله، وبتسكرها كده، وبتخلي برضو ايه لون العصير بيبقى حلو احمر كده وحلو. اقلب بقى السكر كده، كده قلبت السكر في الفراوله اهي المتقطعه. اللي وصل معايا الوقت بقى ما ينساش يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما ينساش يحط اللايك، احلى لايك من احلى اخوات. طبعا دي المتقطعه، وسبت برضو شويه كميه اهيت سليمه. السليمه دي الايه بقى؟ ممكن تاخدي منها بقى تضيف الكوكتيل، تضيف التزيين تورته، حشوه حاجه بتبقى جميله يعني، انما المتقطعه ديت للعصير. وكده يا حبايبي كيسنا الفراوله اهيت، طبعا متقطعه لوحدها والسليمه لوحدها. وزي ما قلت لك برضو لو عايزه تضيفي موز تضيفي معاها برضو، عايزه لوحده. انا طبعا خزنت الموز لوحده عشان لو احتجت بعد كده ابقى اضيف منه. عايزه برضو تحط لها بنجر على حسب ما انت عايز. ودي كانت وصفتنا النهارده بقى يا حبايبي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.